السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام دائما بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. أي حد يتابع الفيديو يا ريت اشتراكك الحلو في القناة، ويا ريت لايكك الحلو. لو عملت تعليق كمان يبقى انت راجل محترم. هنتكلم لكم اليوم على واحدة اسمها سمر ابو هشيمي. انا والله العظيم لسه يعني اسمع عنها قريب، يعني ما اعرفش انها بتقدم في اي برنامج او فشلت فيا وجايه بقى تعمل تحور يعني. طيب يا سمر هسأل يعني، يا سمر يا بنت الراجل اللي مش رباكي، هو الصعايدة دول عملوا لك ايه؟ لا مش يعني افهمها بس عشان معلش اقدر استوعب انت ايه حصل لك من الصعايده يعني. اشمعنى هي الدوده اللي نغصتك وقالت لي قولي على الصعيد؟ معلش برضو يعني حراره زياده عندك ان انت تقولي على الصعيد، ولا انت حاجه حصلت لك من واحد صعيدي مثلا؟ يعني قولي ما تتكسفيش في فيديو عادي يعني. انت قلت كتير. تمام. طيب احنا الصعايده لما الواحد بيطلع بره بلده يشتغل يذل نفسه ليه؟ وبعدين هو الصعيد بس اللي بيطلع يشتغل بره؟ ده مصر كلها طالعه بره. وانت لو لاقي مكان بره هتطلعي وهتشتغلي بمكانتك. يعني معروف انت لو لاقي مكان بره سمر هتطلعي وتشتغلي بمكانتك، يعني معروف هتشتغلي خياطه معروفه. طبعا احنا انت فشلتي في القناه بتاعتك، طبعا الريتشات بتاعتك ما فيش اي لايكات ولا اعجابات ولا اي حاجه قلت يا، او حد عرض عليك ان انت مثلا اطلع اقول على الصعايده. ما هو كده اللي بيتلزق في الصعيد ده واحد لا مؤاخذة يعني عايز حاجة، لا هو تعبان أساسا أو حد أو من الصعايدة، يعني كم واحد صعيدي عملوا معاه الندالة يعني. ماشي. يعني مشكلة الصعايدة اللي على التيك توك وعلى كواي ولا على السوشيال ميديا عامة إنهم مش بيستحملوا الغلط على الصعيد. يعني هم لو سابوك زي الكلبة تندي والله ما يبقى لك سعر ولا لك قيمة. لكن مشكلتهم دمهم حامي، لازم يردوا، لازم يردوا. وانت قافله التعليقات في منصه كواي او اي منصه انت فيها ليه؟ خايفه مني؟ افتح التعليقات ما تخافيش. هتشوفي حياه انت عايزه تشوفيها ونفسك تشوفيها. وغير كده انت شفت فيديوهات يعني دويتو معموله معاك كتير واكيد شفتيها. مش موضوعنا. المهم انت يعني على اساس هي تغلط في الصعيد وتقولي الصعيد او الصعايده عامه يعني يطلعوا بره يذلوا نفسهم للكفيل او يذلوا نفسهم عشان لقمه العيش. طب ازاي هي لقمه العيش فيها مذله؟ المذله لله بس. طيب وافهمي يعني انت كلامك مش مفهوم ولا محد يستوعبه. تمام. نكمل الفيديو. معلش يا بنت يا سمر دخل على واحد. ماشي. معلش بقى يا بنت يا سمر، بقى انا في الشغل بقى والناس ضيق بقى خشت علينا، معلش يا بنت. احترمي نفسك يا سمر ولمي نفسك. ليك انت مش لنا احنا كتير ما بنخلص. وبراحتك الصعيدة كتير هتشوفي كلام والله عمرك ما شفتيه. هوريكم الفيديو للنتنة دي عاملاها يعني مش عارفه. والله انت شكلك انت عارفه لو شلت الميك اب اللي في وشك ده والله العظيم يمكن هتبقى زي حاجه كده سبحان الله، يعني اللهم لا احترق على خلقه، حاجه ما حدش يستوعبها يعني. شيلي بس الميك اب اللي حطها ده بس وسكنتين المعجون اللي في وشك دول شيليهم و... وانت كده كده مسترجله يعني عادي، طالما دخلت وخبطت في الرجاله كده كده مسترجله. بس نصيحه مني ليك يا سمر، ابعدي عن الصعايده واي حد. اي حد عايز الشهر يا اخي الشهر بس باسلوب حلو، باسلوب كويس، باسلوب محترم، غير ان انت تلبخ في ناس وتجيب في كلام مع الناس. اللي قبلك يقولوا لك الصعايدة عملوا ايه فيهم. تحياتي لكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بعض من الصعايدة بيبقوا عايشين في أي بلد بيغتربوا فيها، بيعيشوا عاملين خدهم مداس للكفيل واللي شغالين معاهم. وبص بيلسحوا الأسفلت هناك ويجوا هنا يعملوا عمد، وبعد ما ربنا يكرمهم بفلوس ويبنوا عماير يخشوا على التيك توك ويعملوا علاقات محرمة والاسم صعايدة. بعض منهم بتاع التيك توك. شفتوا الفيديو؟ واللي شاف ما شافش عادي يعني مش مشكلة. بس يا بنت يا سمر
يا سمر احترمي نفسك، وانا بقولها لك اهو، احترمي نفسك يا سمر ولمي نفسك. يعني الناس برضو يعني عشان انت برضو ست مش حدش هيرضى يعني يكتر معاك في الكلام، عشان الصعايدة محترمين يعني مش حدش يقدر يكتر معاك في الكلام ويغلط معاك. لو انت تامر امين بقى شفت تامر امين عمل ايه وطلع عمل ايه يعني مش كتير يعني غيره. ماشي. لا تنسونا في دعمكم للقناة واشتراككم في القناة. في امان الله، مع تحياتي لكم ابو فارس الصعيدي، في امان الله.